السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله بفيديو اليوم راح نزين هذه الكيكة تزيين مثل ما تشوفون كلش حلو وراقي وبطريقة سهلة، وراح نستعمل طريقة كلش حلوة للصقل بحيث المبتدئات أو ربات البيوت أو اللي عندهم شغل ويريدون يخلصونه سريع، يعني شغل كيك، راح يستفادون من هذه الطريقة لأن طريقة سهلة وسريعة وما تاخذ أي وقت ولا مجهود من عندنا. نبدأ بسم الله. عندنا هاي الكيكة اللي عملناها بالفيديو السابق وراح أحشيها بالكريم باتيسير، راح أترك لكم طريقة عمله بصندوق الوصف. خليتوني بالكيس مع الكريمة وراح أبدأ أعمل خطوط بهذا الشكل حتى تتوزع عندي بالتساوي. عندي شوية شوكولاتة، راح بقشرة البطاطا أبرشها بهذا الشكل على الكريمة، وراح أكمل على كل الطبقات اللي عندي بهذا الشكل. بعد ما كملت حشو الثلاث طبقات اللي عندي راح أخلي شوية كريم شانتيه على الوجه. طريقة عمل الكريم شانتيه والورود راح أنزلها بفيديو منفصل عن هذا الفيديو حتى لا يكون هذا الفيديو طويل عليكم. نبدأ نوزع طبقة الكريم شانتيه بس على الوجه بهذا الشكل. نريد تكون عندنا طبقة متساوية بس ما مسقولة عدل، بس أهم شي نوزع الكريم شانتيه بالتساوي بهذا الشكل على الوجه. وبعد ما وزعت الكريم شانتيه بالتساوي أتأكد بالسباتولا إنه الأطراف كلها تكون عندي متساوية وعدلة. بعد ما تأكدت إنه وجه الكيكة صار عندي عدل ومساوي، عندي هاي الفرشة السيليكون راح أبدأ أخليها على الكريمة وبراحة إيدي أبدأ أعمل هذه الحركة بدون ضغط، لا تضغطون على الكريمة، براحة إيدكم امشوا عليها واعملوا هذا الزقزاق أو الخط المتعرج، وراح ينطينا شكل جمالي وكلش حلو للكيكة. ونمشي بهذا الشكل خط يم خط بشكل متعرج إلى أن نكمل كل وجه الكيكة، ويصير عندنا بهذا الشكل الحلو والمرتب. عندي هاي فورمة النجمة راح أبدأ أعمل بيها أطراف الكيكة. خليته بكيس مال كريمة كريم شانتيه وأبدأ أعمل هاي الحركة من الأسفل إلى الأعلى، أضغط على كيس الكريمة راح تنطيني هذا الشكل الحلو، وأعمل خط يم خط بهذا الشكل، يعني من أخلص خط من الكريمة أبدأ أجيب الثاني يمه حتى أملى كل الفراغات مال أطراف الكيكة. وراح نمشي بهذا الشكل داير ما يدور كل الكيكة، وامشوا بهدوء وراحة حتى لا يصير عندكم أي فراغ وتبين الكيكة منه. بعد ما كملتوا أطراف الكيكة بنفس الفورمة راح نبدأ نعمل هاي النقشة على الأطراف العلوية مع الكيكة. أبدأ أمشي بشكل متعرج على الأطراف هذه العلوية مع الكيكة حتى تنطيني هاي النقشة الحلوة، وإذا أكو يعني فراغ راح ينسد بهاي النقشة هم. وعندي هاي فورمة النجمة الصغيرة خليته كريم شانتيه بالكاكاو، لونتون وخليته معانا شوية كاكاو بودرة وشوية حليب سائل، صار عندي بهذا الشكل. راح نبدأ نعمل صدفات، مرة صدفة يمين وصدفة يسار حتى تنطيني هاي نقشة حلوة، وهم أكسر اللون الأبيض مع الكيكة. أكمل داير ما يدور الكيكة بهذا الشكل، صدفة يمين وصدفة يسار. هسا بعد ما كملتوا الحافية من فوق، هسا راح أجي على هاي الحافية جوا بنفس الفورمة أعمل بيها هاي النقشة الحلوة. أحسب 1 2 3 بشكل متعرج وبعدين خط عدل، 1 2 3 وبعدين خط عدل، تنطيني هاي النقشة الكلش حلوة. ولو شوية تصوير يعني بعيد بس اعذروني. وعندنا هاي الورود عملتوها مثل ما ذكرت، راح انزلها بفيديو منفصل حتى تشوفون الطريقة ماله. خليتوها بالمجمدة بعد ما عملتوها حتى جمدت معايا. راح نختار المكان المناسب على الكيكة وابدأ اخليهم، اشيلهم بالمقص وبعود اسنان حتى يصير علي الشغل سهل وهم ما يتخربطون معايا، ونثبتهم على المكان اللي نختاره. مثل ما تشوفون الطريقة سهلة، ولأني عندي الورود جامدين فما راح يتحركون أو يتخربطون معايا. وعندي هاي الورود الصغيرة هم راح ننزلها بفيديو إن شاء الله. راح هسه نبدأ ننزلها ونثبتها على الكيكة، نختار مكان ونخلي على الكيكة. دائما من تشتغلون كيكة وبها ورود اختاروا المكان اللي تشوفونه مناسب من جهتكم. عندي هاي فورمة الورقة خليته بها كريمة لونتوها باللون الأخضر
وراح نبدأ نعمل أوراق للورود. هذه الأوراق اللي راح نعملها راح تنطي جمالية وشكل كلش حلو للورود وللكيكة. ظل عندي شوية كريمة لونها أبيض وكريمة لونها أخضر، خلطتهم وخليتهم بكيس، وبديت أعمل مثل النقاط على أطراف الورقة وعلى أطراف الورود، تنطيني منظر حلو وشكل مرتب للكيكة. وراح أنثر شوية من الخرز الغذائي على وجه الكيكة بهذا الشكل. وعندي قلبين من الرويال آيسنج خليتهم بنص الكيكة بهذا الشكل، وشوية من الترتر الغذائي أو اللماع راح أنثره على أطراف الكيكة. وهذا الشكل النهائي لكيكتنا، سهمكم العافية.